سورة الجن مكية. من مقاصد السورة إبطال دين المشركين ببيان حال الجن وإيمانهم بعد سماع القرآن. التفسير: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. قل أيها الرسول لأمتك: أوحى الله إلي أنه استمع إلى قراءتي للقرآن جماعة من الجن ببطن نخلة، فلما رجعوا إلى قومهم قالوا لهم: إنا سمعنا كلاما مقروءا معجبا في بيانه وفصاحته، يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذا الكلام الذي سمعناه يدل على الصواب في الاعتقاد والقول والعمل، فآمنا به ولن نشرك بربنا الذي أنزله أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وآمنا بأنه تعالت عظمة ربنا وجلاله ما اتخذ زوجة ولا ولدا كما يقول المشركون. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنه كان إبليس يقول على الله قولا منحرفا من نسبة الزوجة والولد إليه سبحانه. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأن حسبنا أن المشركين من الإنس والجن لا يقولون الكذب حين كانوا يزعمون أن له صاحبة وولدا، فصدقنا قولهم تقليدا لهم. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه كان في الجاهلية رجال من الإنس يستجيرون برجال من الجن عندما ينزلون بمكان مخوف، فيقول أحدهم: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فازداد رجال الإنس خوفا ورعبا من رجال الجن. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأن الإنس ظنوا كما ظننتم أيها الجن أن الله لن يبعث أحدا بعد موته للحساب والجزاء. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأن طلبنا خبر السماء فوجدنا السماء ملئت حرسا قويا من الملائكة يحرسونها من استراق السمع الذي كنا نقوم به، وملئت نارا مشتعلة يرمى بها كل من يقرب السماء. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأن كنا في السابق نتخذ من السماء مواقع نستمع منها ما يتداوله الملائكة، فنخبر به الكهنة من أهل الأرض. وقد تغير الأمر، فمن يستمع منا الآن يجد نارا مشتعلة معدة له، فإذا اقترب أرسلت عليه فأحرقته. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأن لا نعلم ما سبب هذه الحراسة الشديدة، أريد شر بأهل الأرض أم أن الله أراد بهم خيرا، فقد انقطع عنا خبر السماء. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأن معشر الجن منا المتقون الأبرار ومنا من هم كفار وفساق، كنا أصنافا مختلفة وأهواء متباينة. وأنا ظننا
أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأن أيقنا أن لن نفوت الله سبحانه إذا أراد بنا أمرا ولن نفوته هربا لإحاطته بنا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأن لما سمعنا القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف نقصا لحسناته ولا إثما يضاف إلى آثامه السابقة